الساعات تصحي الليل. هو ايه العلاقه بين ام كلثوم والمدارس زمان وكافيه ريش في وسط البلد؟ طيب ايه اللي بيحصل ورا مصنع الكراسي بالظبط؟ مصنع يصدر منتجات عادي، لكن يصدر افيهات لفريق بايرن ميونخ ده مش عادي خالص. ورا مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي. انا النهارده مش هينفع اخدكم ورا مصنع الكراسي. احنا رايحين جوه المصنع نفسه علشان نشوف ايه الحوار ده. مصنع موبل الشرقي تاريخ كبير، وهو اللي بيعمل الكرسي ده اللي اكيد كلنا عارفينه. واحده واحده موديلات الكراسي ابتدت تكتر وتتطور، وفتحت لنفسها اسواق كتيره جوه وبره مصر. المنتجات مختلفه صحيح، لكن فيها حاجات مشتركه زي الجوده والمتانه والتصميم الحلو. الوالد كان هو بيصنع الكراسي ديت، كان في شبرا، وكان بيطلع في اليوم حوالي من 3 ل 10 كراسي في اليوم. وبعدين لما جت وزارة التربية والتعليم اللي هي كان دار المعارف زمان طلبت 100 كرسي، كان مشكلة انه هيقعد 100 كرسي دول يعملوا في قد ايه؟ ما كانش في تخت الكلام ده. لما لقى ان العدد مطلوب ففتح مصنع في امبابة، والمصنع ده كان على مساحة 5 فدادين، صنع فيه الكراسي. كانوا موديلين تقريبا هم المنتشرين او وقتها، يعني اللي هو اللي بيتاخد للقهاوي او للبيوت. اتأمم المصنع ده سنة 21 مارس 64، ولما اتأمم بعدها الوالد ده طبعا ما كانش بيزود اي حاجة غير ان هو عمل مصنع تاني في الأميرية على مساحة 2000 متر. اوكي. وكنا بنطلع كراسي، بس كانت اديتنا فرصه ان احنا نعمل موديلات تانية، وكان في تصدير لروسيا كمان. كانوا بياخدوا انتاج السنه بحاله، يقول لك انت في السنه دي تقدر تعمل كام كرسي، وياخدوا كله. وكنا بنشحنه بيروح روسيا. ايوه، بس الكرسي ده بالنسبه لنا هو اشهر كرسي. ده اللي كان في القهاوي، كان في الافراح، كان في المعازي، لما حد يبقى عنده معازي. لما كمان عرفت ان هو كان في حفلات ام كلثوم، سواء الحفله او الجمهور. الكراسي كلها اللي كانوا في التخت اللي وراها ده كله كان الكراسي بتاعتنا يعني. طيب الكرسي ده حضرتك كان بكام؟ كان اول ما بدأ، ودلوقتي وصل لكام سعر؟ كان ب 135 جنيه؟ قرش. 135 قرش؟ قرش. وانا بعته ب 195. وحاليا دلوقتي سعره كام؟ حاليا 700 جنيه. 700 جنيه. طيب دلوقتي هم قالوا لي ممكن تصوروا في اي مكان في المصنع ما عدا التبخير. بص حاجه فايه اللي بيحصل جوه بقى؟ لا ده زي ورا مصنع الكراسي ولا؟ لا هو التجفيف هو سر الصنعه. التجفيف الاول. يعني اي خشب بيجي بيبقى فيه رطوبه. انا عشان اصنعه او اجري عليه اي تصنيع لازم اجففه. عمليه البخار اللي هو تكسيح الخشب دوت هي عمليه فنيه قوي اكتر، وكان زمان يمكن بتتعمل يدوي اكتر منها ما كان دلوقتي. التكنولوجيا الجديده بقى 5 دقائق ما شاء الله. يعمل كل العمليه دي في 5 دقائق. 5 دقائق ما شاء الله. ودي سر الصنعه بقى الحقيقيه يعني. دي اللي هو مش هنقرب منها. 5 دقائق. اوكي.